كرة قدم ولا صالات ولا منصات ولا اي حاجة. النادي مبقاش في حاجة، ما بقاش في حاجة خالص غير خناقات. احنا قاعدين في نادي، خناقات مجلس ادارة، خناقات رئيس النادي، المؤامرات، الدولة، هو مين اللي عملني، هو مين اللي وداني، المعركة الأسطورية مع محمود الخطيب. طب وبعدين يا عم اعمل اللي انت عايزه، لو بتكسب والله ما هتكلم. لو النادي ده طالع يعني في السماء وبتاع اقول ناس عندها خلافات وعندها خناقات وعندها معارك، بس النادي في سابع سماء. انت مستواك مش مقرب من حد خالص. خساير، خزنه فاضيه، كل ما تيجي تتكلم يقول لك اصل الخزنه ما فيهاش فلوس. طب هو النادي ده مش ليه رعايه زي كل النوادي؟ النادي ده مش عنده بوتيكات واملاك ومش عارف ايه؟ هو النادي ده مش عنده اعضاء؟ الفلوس بتروح فين؟ على طول دلوقتي مفيش فلوس، على طول دلوقتي مفيش مدرب، على طول دلوقتي مفيش لاعبين، على طول دلوقتي مفيش اداء، على طول دلوقتي مفيش جمهور. وانا عايز اعرف الناس اللي لغايه دلوقتي مصره انه لا هو النادي عظيم، النادي جبار، بس هو فيه مؤامره. المؤامره منين؟ مؤامره على ايه؟ المؤامره جايه منين؟ انت النهارده المتغيبه اللي انت جايبها، اللي محدش فيهم عمل حاجه، دي مؤامره. الناس اللي انت مشيتها اللي هي كانت احسن لعيبه عندك، دي مؤامره. فين المؤامره؟ مؤامره على ايه؟ لا يا جماعه. او قولوا لنا بقى ايه؟ على فكره هو الموضوع كده يعني يمشي لوحده وهم يعيشوا مع بعضهم ويقع ويتبهدل ويتكسر، واي حد عايز يعمل حاجه في النادي يعمل. خلاص حسبي الله ونعم الوكيل بقى، خلاص مش عايزينه يعني. بس ريحني بقى خلاص. تيجي تقول لي في ماتش بلاش اتفرج، تيجي تقول لي الجمهور فيه بلاش نروح، تيجي تقول لي يعني الزمالك هيعمل مش هيعمل انتخابات، هيجيبوا رئيس مش هيجيبوا رئيس، هيجيبوا مدرب. خلاص انتهى، هذا عصر وانتهى. مش عيب؟ ياما حاجات بتسقط، النادي سقط خلاص انتهينا. او لا، احنا ناس عاقلين، ده مش نادي افراد، ده مش نادي بتاع حد. اللي موجود ده مجرد مدير لإرادة الجمهور وإرادة الدولة. فالإصلاحات هتكون 1 2 3، هنجيب مدرب 1 2 3. ياما فرق بتتعثر ويجي لها مدرب ويجي لها حاجة، إنما احنا اللعيبة والله الماتش بتاع امبارح ده ما اتفرجت ولا كرة سلة ولا كرة يد ولا أي حاجة، لأنه ما بقاش في شيء. لم يعد هناك شيء إلا الخناقة الكبيرة. مصر قاعدة على الخناقة الكبيرة، ودلوقتي رجعت الخناقة الكبيرة تاني من أول وجديد تاني. هو ما فيش غير كده، الخناقة أنا ولا أنت، هو مين اللي عملني، مين اللي طب والنادي؟ محدش فاهم حاجة يعني. وانا ارى انه مش طرف واحد اللي مخطئ، كل الاطراف مخطئه كلها، لانه في حاله سلبيه جوه النادي وبره النادي ومن الدوله ومن وزاره الرياضه ومن كل الناس، حاله سلبيه شديده. وكل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. هنشوف، لا لسه لما نروح فين، طب تعال نلف وارجع تاني. لا هو القانون بيقول كده، لا هو القانون ما بيقولش كده، لا هو في اللائحه الاسترشاديه، لا الاسترشاديه ملغيه. دي دوله دي ولا يعني ده قانون ولا مدينه ملاهي ولا مرجحه؟ اشمعنى الزمالك؟ ما عندنا 17 20 نادي تاني، اشمعنى الزمالك اللي عامل كده؟ كل النوادي عندها مشاكلها وعندها ازماتها الماليه، انما ليه بالشكل؟ ليه احنا بس اللي بالشكل ده؟ ده بس سؤال. او المساله سهله جدا، اللي هو خلاص عمرو يعني او لجمهور الزمالك ايا كان مسؤول، يعني يبدو ان احنا تحولنا ان نادي الزمالك ده اهم حاجه فيه مين المسؤول. احنا نادي كرة بس ما بنلعبش كرة، احنا نادي العاب صالات بس ما بنلعبش العاب صالات.
احنا نادي مش عارف، بس احنا مالناش دعوه بالموضوع ده. طب لينا دعوه بايه؟ المطاعم؟ الحمامات؟ هنسمي الجنينه باسم مين؟ هو ده النادي؟ هل جمهور نادي الزمالك سعيد؟ بجد والله قولوا لي، انتوا سعداء؟ انتوا شايفين ده شيء طبيعي اللي بيجرى لكم؟ لغايه امتى؟ لغايه امتى هنفضل ساكتين على هذا الامر؟ انا لا عضو في نادي الزمالك ولا مرشح نفسي ولا واقف ورا حد في انتخابات ولا عايز حاجه، انا بسأل بس سؤال، والله لو هو الموضوع مش موجود، يعني لو مفيش حاجه خلاص، انا بقى ايه، اتفرج بقى على ده فوق ده كله. وطلع ناس يقول لك ايه، الدوله واقفه جنب نادي الزمالك، واقفه كمان كده؟ دي كده واقفه؟ امال لو قاعده تبقى عامله ازاي؟ ده خلاص، ما يعني ما فيش شيء يمكن فهمه. انت مش فاهم ايه الحكايه، وهي يوم كده ويوم كده، والحكايه مره كده ومره كده. هل لغايه النهارده محدش فاهم احنا هنطبق انهي قانون؟ طب اسال كده، اتحداك. ده انت لو بتتكلم في قانون المرور يا راجل هتعرف، يعني اللي هو ابسط حاجه في قانون المرور ده تبع مين، واللي بيكسر اشاره يجرى له ايه. انما ده يقول لك لا هو القانون ده، تقول له طب يلا ده، يقول لك لا مش ده، هنعمل لجنه. طب اللجنه نعملها، لا مش لجنه. طب هي ايه؟ اقول لكم ايه هي الفوضى، ان النادي يتحول الى خرابه، وهذا هو الامر الان. يا تلحقوه يا ما تلحقوهوش، والله ما فارق معايا هتعملوا ايه. ما هو خلاص، ما هو بقاش يعني المساله مش في ايدينا، المساله مش في ايدينا، فشوفوا هتعملوا ايه وقولوا لنا. بس انه يتساب كده هذا امر يعني بصراحه لا احسبه تعمدا قد ما هو سيبوه يقع، ودوشه بقى ومشاكل. ما اي حد كلمه يقول لك اصل دوشه بقى ومشاكل. طيب خلاص سيبوه يقع، دوشه بقى ومشاكل، اما يخلص خالص. انتوا عارفين في حاجات كده يسيبوها لما تتهد خالص، يعني اما تاكل نفسها بنفسها، وبعدين خلاص. يعني مدرب الزمالك اللي عمل الماتش ده مدرب مش شايف، مدرب مش شايف مرتب، مش شايف اي حاجه. بص وش اللعيب، انت عندك احسن لعيبه في مصر، احسن لعيبه في مصر، لكن في حد قال لك ايه، دعه يسقط دعه يموت. ربنا بقى يعني يتولاه برحمته ونقرا عليه الفاتحه كده او مش مهم مين، 1 2 3 مدرب كذا، لعيبه جديده كذا، فلوس هنجيبها بالطريقه الفلانيه، هنعمل كذا. نركز يا جماعه، نركز في النادي، نركز في اللي بيجراله. انما الحاله ديت ان ده نادي للخناقه، نادي للمشاكل، نادي للتعديلات القانونيه والتفسيرات القضائيه. هو في نادي كده في العالم؟ اتحدى في العالم في نادي كده في العالم بيحصل فيه اللي بيحصل ده؟ لا يمكن، لا يمكن، ايا كان نوعه، ايا كان الدرجه اللي بيلعب فيها. ارجوكم او لا ارجوكم، ربنا معاكم. وانا عارف طبعا النتيجه ايه، محدش هيشتغل على النادي، كله هيشتغل على الخناقه. احنا قاعدين في النادي ده بنشتغل خناقات، انما ما نشتغلش مباريات، ما نشتغل